موضوع الفسائل ده كان موضوع صعب جدا، خد مننا مجهود غير طبيعي طبعا. السلام عليكم. تعالوا نعمل جولة في الزراعات الحديثة في بشاير سيوة. بسم الله ما شاء الله. هحاول ما افوتش واحدة. كل الفسائل بسم الله ما شاء الله خشنة وفيها خلف تحتها، والري لسه مفتوح فيها اهوت، يعني لسه تتغمر تمهيدا لتكييبها. بسم الله ما شاء الله. كل الفسائل خشنة، مجموع جذري محترم قوي هوريه لكم خلال دقايق واحنا ماشيين مع بعض في الفيديو. بسم الله ما شاء الله. بالنسبه للتتليت حاجه محترمه جدا جدا. بصوا، هنروح دلوقتي. انا مش عارف دي قطعه اني مستثمر بالظبط، بس لما نعرف اقول لكم في الفيديو اللي جاي. ده شكل الفسايل اللي مزروعه. والله ما بميز في التصوير فسيله عن عينها عن غيرها، يعني زي ما بيقولوا. نفس الكلام على يميننا، شكل الفسيله بخلافها. فسيله خشنه من محترمه. موضوع الفسائل ده كان موضوع صعب جدا، خد مننا مجهود غير طبيعي طبعا. كل دي فسائل لسه مزروعه بقى لها ساعات، وكلها بتتروي ولسه ما اتكيبتش. كل الفسائل اهي بسم الله ما شاء الله. 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 حلوه الصباطه دي. اطول من الفسيله. بسم الله ما شاء الله. كلها فسائل خشنه، مجموع جذري محترم جدا جدا. دي قطعه 5 فدان بتاعت احد المستثمرين. استثمار ذكي جدا جدا جدا. انا بمشي عشان اوريكم شكل الفسائل اللي بتتزرع، لان الفسيله دي هي العمود الفقري للاستثمار. الفسيله العمود الفقري للاستثمار. طبعا ده الخامات بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. المحبس بتاعنا ميجا جرين. الفلنشات بتاعت المحبس بسم الله ما شاء الله، حديد مجلفن، ما نستخسرهاش في المستثمرين بتوعنا ولا العملاء بتوعنا. دي فسيله برضو من الفسائل اللي عجبتني، مش هي كله والله. شكل الفسيله اللي مزروع فيها كام خلفه؟ 3 4 خلف بتاعها. انا بركز على الفسيله الخشنه، مجموع جذري محترم مش اقل من 10 و12 جذر. يعني انا مستمتع